ايه؟ بترفصي يا دينا، بترفصي، رفضتيني بجد؟ ونشنتي يا دينا، نشنتي. انا اسفه يا حبيبي. لقيت الرفاصه اهي. جت تنام معانا تاني؟ هو كل يوم. طب اعمل لك ايه يا حبيبي؟ اوعديني انك مش هتطلبي الطلاق مهما حصل. الله، سوق الخردة. فكرني كده تاني، احنا خلفنا ليه؟ عشان تربطيني بالعيال طبعا. خفتي لاسيبك فرحت مدبساني في 3. لا يا حبيبي، ما تقلقش على العيال خالص، وسيبني كده. يلا سيبني. الله يجرى لك حاجه من غيري. يا سلام، على فكرة مش هتفرق معايا خالص. كده هجيبك من مستشفى المجانين، اعمليها بس كده، اعمليها. يا سلام، اصلا اتجننت خلاص منك. نعم. ما ترميش اللعبة على الأرض. بس هي اللي بدأت. قولي لي يا نادين، ايه اللي صحاكي تاني دلوقتي يا حبيبتي؟ في حاجة؟ ممكن أنام في أوضتكم؟ لا 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 تاني لا خالص أرجوكي. وبعدين بابا جايب لك أوضة جميلة خالص احتاس فيها يومين عشان يعرف يركبها. بس أنا أوضتي فيها عفاريت. نعم، ايه الكلام ده؟ خلاص يا حبيبتي خلاص، نامي معانا النهارده كمان. ايه يا دينا اللي انت عملتيه ده بس؟ ايه يا هشام، مش عارفه تنام لوحدها، وبعدين هي صغيره ولازم تستريح. يعني انا اللي مش لازم استريح؟ بتقولك خايفه من العفاريت. وانا خايف منها هي. طب انا هعمل ايه بس طيب دلوقتي؟ معرفش بقى، شوف انت الكتاب بيقول ايه. كتاب ايه؟ اي كتاب من اللي انت بتشتريهم دول. كتاب ازاي تربي عيل. بص كلهم عندك جوه، انا بصراحه بقى احترت فيهم. يعني كل كتاب بيقول نصيحه شكل، اقولك بقى اقراهم انت. اذا كنت انت اخترت فيهم بذمتك انا هفهم فيهم حاجه؟ اليونان مش مكسوف من نفسك؟ يعني تبقى صحفي كبير كده ورئيس قسم وتقول الكلام ده؟ انا صحفي رياضي، والرياضه ما بتحبش الكتب. طب بتحب ايه؟ المانجا؟ حلوه حلوه. طب قولي لي انت ازاي كريم وعمر بيناموا وما يخافوش من العفاريت؟ بص بيبقى عاملين دوريه، واحد بينام والتاني بيحرسه. ما انا بصراحه بقى دينا مش هقدر استحمل ليله واحده بالشكل ده، لازم انام كويس عشان اعرف اروح شغلي فايق. يا سلام، طب ما انا كمان لازم انام كويس واقوم فايقه. لا انت مش هتفرق معاكي عشان انت ما ايه قصدك؟ يعني ما بشتغلش زيك؟ ها؟ شفتي عشان مش نايم كويس بهفلط وبقول اي كلام اهو مع ان انت اصلا يلا يا خليل، الشكشوكه بردت، بقالها نص ساعه على الترابيزه. هو حر بقى، اذا كان ابوك فاكر ان انا هسخن تاني يبقى بيحلم. عندك حق يا ماما، انت ما بتشتغليش عنده. طبعا ما بشتغلش عنده. وكده ايد واحده. صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي، جعان؟ اقعد افطر معانا. متشكر يا ماما، اكلت. ايه ده؟ مالك يا حبيبي، في ايه؟ ماله يا ماما؟ ما هو زي القرد اهو. انت شايف ماشي ازاي؟ ده بيتألم. ده انا قعدت 3 اسابيع بالعكاز ما خدتيش بالك. ايوه انت ظابط بتصاب كتير. ايه يا حبيبي في ايه؟ لا ما فيش يا ماما، عادي يعني، اصل طول الليل كنت نايم على طرف السرير كده عشان ما اترفص. تنفس؟ بص يا هشام، اي زوجين ما يصحش يناموا على سرير واحد اذا كانوا متخانقين. يا ريت يطبقوا النظام ده عندنا في البيت. مش دينا اللي بترفص يا ماما، دي نادين. اصلها بالليل بتيجي تنام جنبنا على السرير. عشان العفاريت.
ايش عرفك انت؟ انا عارف. اخيرا شرفت. مبسوط كده؟ الشكشوكه بردت بس انا مش هسخنها تاني. تعمل ايه؟ دي بارده. ما ينفعش تاكلها كده، دي مجلده. لا هسخنها. ماما انت لسه عندك قربة المايه السخنة دي؟ عندي يا حبيبي. عصام روح حتى لاخوك. لا في طريقه احسن من القربه. هتقطع لك لا ظهرك. يا عم متشكر. تعالى بس يا عم، مش عايز انا. بس يا عصام قاومش. بس يا عصام. عصام انت هتكسر له ضلوعه. خلص. بس يا جدع اهدى يالا تعالى. يا قوي. انت تعري. ايه الاخبار يا اتش؟ احسن؟ لا. طب خلاص اجيب لك القربه. ياه، انت شكلك تعبان قوي يا هشام. الشكشوكه فين يا كوثر؟ ايه ده؟ انت لسه يا بابا بتلزق اللبان تحت الترابيزه؟ عارف يا هشام نادين ما بتنامش كويس ليه؟ من الاكل بتاع دينا. اكيد بيعمل لها تلبك. لا، نادين معدتها كويسه يا ماما والحمد لله. المشكله بس انها خايفه تنام لوحدها، بس احنا هنحل المشكله دي. يعني عندنا كتب كتير بتتكلم. يا ابني انا عمري ما قريت كتب عشان اربيكم، ولا اهلي قروا كتب عشان يربونا. وانا اقول طالع جاهل لمين؟ بس يا ابني تربيه الاولاد دي عايزه حاجتين اتنين: الحب والسياسه. مظبوط يا ماما. انا فاكر وانا صغير لما كنت بخاف انام لوحدي كنت بتقعدي معايا لحد ما انام. فاكره يا ماما؟ طبعا فاكره. اجمل لحظات حياتي. كنت بتعملي لي كوبايه ميه دافيه كده بمعلقه عسل، اشربها واروح في النوم على طول. ده كان منوم. نوم؟ ايه مش هي الحقيقه؟ كنت تشرب الكوبايه من هنا تبرج زي الجمل. كنت بتدي طفل عنده 4 سنين منوم؟ يا حبيبي مش منوم، دي اعشاب منومه. يعني كل لحظات الحب والحنيه دي كانت الدماغ عاليه قوي. الله يسامحك، الله يسامحك. عصام انا ام كويسه. طب مش فاكر لما كنت بحوشك من جنب البوتاجاز عشان ما تتحرقش؟ ماله ده؟ اللي يشوفه كده يقول شربنا حشيش. طيب انا همشي انا بقى بابا، هروح الشغل. اذا كنت عايز تحل مشكله النوم بتاعتك دي خد النصيحه مني. لا تشكك انت. ما تستهونش بالمشكله دي. انا عارف ايه اللي هيجرالك. الموضوع ده بيأثر على العلاقه الزوجيه. لا طب وماله؟ اتفضل حضرتك، انا سامعك كويس. انت لما كنت صغير كنت عامل زي بنتك كده. كان ايه الحال؟ ايه؟ القلب الجامد. كنت اقول لامك يرميك من السرير وانت تعيط وكوثر تعيط، وانا بقى اجمد قلبي ولا يهمني العياط بتاعك ده. ومع الوقت انت فهمت النظام. لا بابا لا، انا ما اقدرش اعمل في نادين كده طبعا. امال عايز تعمل ايه؟ تسيبها على هواها عشان تطلع بالتخيخه؟ ما ينفعش تدلع عيالك عشان لما يخرجوا للدنيا يعرفوا يعيشوا، والا هيرجعوا لك تاني. ماما لو سمحت. مش عايز اسمع اي كلمه تانية. حبيبي ده كله كان عشان مصلحتك. مصلحتي؟ ده زي برضو بتاع غزل البنات، ها؟ اللي كنت مفهماني انه لما يزمر يبقى غزل البنات اللي معاه بايظ. كتر السكريات كتير مضر برضه. استنى يا عصام خايفين عليك يا اخي، لا يجيلك اوفر دوز.
بابا هشام بابا هشام اصحى اصحى. يا دينا بتصحيني ليه بس دلوقتي؟ بابا نجيب صحيت تاني. يلا قوم شوف عاوزه ايه. مش دي خطه القلب الجامد بتاعتك؟ يلا اتصرف. بتصرف اصلا، وهو ده الجزء الجامد في الخطه. نامي يا ندو نامي. تعالى احكي لي حدوته. انا مش فاهمه انت قادر تستحمل ازاي. قوم يا هشام. سيبيني اشتغل على الخطه. انا جعانه. لا انا مش فاهماك. هشام ما تقوم. ما اسمع بقى بالطريقه دي، ولا احنا ولا هي هنعرف ننام. يلا. حبيبتي اللي بتشتغلنا يا دينا، بتشتغلنا، واللي انا بعمله ده صدقيني مصلحتها. بصي انا لو دلعناها دلوقتي تتجوز وتتطلق وترجع تقعد في قرابيزنا تاني. اعملي زي بس ونامي. انا خايفه. والله بقى انا شايفه شبه كبير قوي بين خطه القلب الجامد بتاعتك دي وخطه الاب اللي مطلش اللي مش عاوز يعمل حاجه. هو انا ما انكرش ان ده اللي شدني ليها في الاول، بس بعد كده اكتشفت انها خطه جامده جدا. ماما حبيبتي يا بنتي، لا انا مش قادره استحمل، انا هروح لها. ايوه انا الدنيا جايه. لا دينا ارجوكي ما تروحلهاش كده، هتطلع خيخه. اوعي تروحي لها عشان خاطري. اسمعي كلامي بس وارجعي نامي. سيب رجلي يا هشام. كده انت هتبوظي كل اللي انا بعمله. حبيبتي لو جبتيها هنا تاني يبقى بوظتي كل مجهودي. لا ما تقلقش، مش هجيبها هنا تنام لا سمح الله نقلق منامك. انا هروح لبنتي في اوضتها وانام في السرير. لا دينا طب انا خايف انام لوحدي. طب انا جعان. ندو حبايب بابا امسكني وانا بطيء. يلا هوبا. نمت كويس؟ طيب نوم العوافي. هوبا. ايه الاخبار؟ بص بقى، ما تحاولش تعمل فيها تعبان. ده اسمه ايه ده بقى ان شاء الله؟ ما انا تعبان فعلا. ها يا حرام يا عيني، هشام المسكين طول الليل بيبرطع في سرير كبير نايم فيه لوحده. اما انا بقى يا بختي، نص الفواني متدلدل طول الليل من على سرير قد كده اهو. على فكره انا فعلا ما عرفتش انام لاني اتعودت على وجودك جنبي واتعودت على صفافيرك. لا طبعا الدنيا كلها لازم تحس وحش قوي عشان يعني هشام ما عرفش ينام. ايه ده؟ انت شربتي من الازازه دي؟ لا ما ازاي ما طقطقتش معايا يعني وانا بفتحها؟ ها؟ انت اكدتي انها كانت متبرشمه وانت بتشتريها في السوبر ماركت لانها مفتوحه يا دينا؟ الازازه كويسه يا هشام. لا يبقى تاكدي برضو كويس وانت بتشتري الحاجات دي. خلاص ابقى انزل اشتري انت، ساعتها بقى تتاكد كويس بنفسك. ماشي؟ طبعا لو بشتري انا مش هجيب حاجه مشروبه قبل كده. مفيش حد شرب من الازازه، والعصير زي الفل وانا لسه ضايقاه بنفسي زي الفل. امال قلتي لي ليه يعني ان انت ما شربتيش منها؟ انت فاكراني يعني هحاسبك عليها؟ نسيت يا اخي. طب وانت بتفتحيها عشان تدوقيها طقطقت معاكي يا عم؟ مش فاكره يا هشام، والله العظيم مش فاكره. انا تعبانه، حرام عليك، انا تعبانه. لا مش هشرب من الازازه دي. انا هشوف الاول يجرالك ايه. طيب دينا خلاص ما تزعليش مني، انا اسف. بس شايفه اللي بيحصل لنا كده بنتعذب. البنت اللي بره دي قصده تحرمنا من النوم عشان تدمرنا. انا عارفه خطتها كويس.
احنا هنعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ احنا؟ انت مش واخد بالك ان انا لابسه الليله دي من اولها لوحدي؟ اقول لك نعمل ايه؟ انت تجرب الليله دي تبات مع نادين في اوضتها، ماشي؟ لا ما اقدرش ما اقدرش. لا ما هو بص بقى، البنت محتاجه حد ينام معاها اليومين دول، اوكي؟ انا نمت معاها الليله اللي فاتت، الدور عليك. طيب خلاص بالدور يبقى نمشيها بالدور. اوكي خلاص. اوكي. ايه ده؟ استني، انا بكره الصبح لازم اروح اسماعيليه عشان ماتش الاهلي يا دينا، انا لازم انام كويس. وانا لو كنت رايح المريخ مش انا خلاص اقتنعت بالخطه. خطة ايه؟ القلب الجامد. ايوه مجدو، ماما نايمه دلوقتي. مش عايزين عياط تاني خالص، احنا كمان لازم ننام مش كده؟ ايوه. خبر ابيض، برافو عليك يا حبيبي بابا. هاتي بوسه يلا. تصبح على خير. وانت من اهلي يا بابا. يلا خدي. تصبح على خير بقى ماما. تصبح على خير يا حبيبي، كل شيء هيبقى تمام ان شاء الله. بس زي ما اتفقنا يا ماما، مش عايزين اي صوت عالي طول ما انت هنا. انت بتفتكر دينا مش هتتضايق من الحكايه دي؟ لا يا ماما بالعكس، تضايق ليه؟ ده هتتبسط جدا عشان هتعرف تنام. وبعدين لازم تفهم ان مش لازم حد فينا ينام مع نادين، وان في حلول كتير لكل مشكله، وان انت لازم تمشي قبل 5 الصبح. ده انا مبسوطه خالص عشان بساعدكم. يا ماما رايحه فين؟ راح الحمام دلوقتي؟ يا ماما بقى احنا مش اتفقنا تدخلي الحمام قبل ما تيجي؟ انا مش عايزه اخش ساعتها. الخطه كلها ممكن تبوظ عشان ما دخلتيش الحمام في الوقت المناسب. معلش حقك عليا، بس اخش المره دي بس. ما ينفعش هنتكسر المره دي بس يا ماما. وبعدين بقى هي مره واحده. اتفضل. الحمد لله. بس بلاش دندنة الحمام دي بقى، ها؟ الله، ايه اللي جايبك؟ احنا مش متفقين انك هتنام مع ندو النهارده؟ لا نادين نايمة، كله تمام الحمد لله. وبعدين انا اتفقت معاها، قلت لها حبيبة بابا لو قلقتي نادي على بابا وانا هروح لك على طول. قالت لي حاضر يا بابا، يعني كلنا هننام ونبقى مبسوطين ان شاء الله. اكيد ان انا اللي هنام وابقى مبسوطه ان شاء الله. هشام، سمع صوت دندنه كده. اسمع. لا ده صوت الخشب وهو ده صوت جاي من بره. انا مش سامع صوت اصلا. صوت راح. راح الحمد لله. ما كانش فيه صوت من اساسه اصلا يا دي. لا انا قلقانه لا ندو تكون لا بس نامت يا حبيبتي في سابع نوم وبتاكل رز بلبن مع الملايكه. بصي انا حكيت لها حدوته وخطيتها بالبطانيه اللي هي بتحبها وغنيت لها بصوت حنين وقلت لها مين حبيب بابا مين روح بابا. بصيت في عينيها الصغننين دول وقلت لها تصبحي على خير يا روح قلبي، بحبك. راحت مسقطه كده وقالت لي بحبك قوي يا بابا. يا حبيبتي يا بنتي. ايه العفو. بس اديها بوسه واحده قبل ما تنام. لا هي بستني قبل ما تنام. دي منها ليا ومني ليكي ومننا كلنا. دلوقتي هتبقى ليله صعبه قوي عليكي يعني انت. لا صح، عندك حق. عندي حق اكيد. امال ايه؟
تصبح على خير. وانت من اهلي يا روح قلبي يا عمري. هشام ميرسي قوي يعني انك ساعدتني النهارده وكده. لا معايا. هشام يلا قوم شوف شغلك. يلا قوم يلا روح شوف نادين بتخبط. نادين؟ نادين طبعا نادين. روح نام يا ندوه. فاكرة؟ احنا اتفقنا على ايه؟ كوثر فين؟ انا رجعت من القهوة ما لقيتش امك في البيت. طنط مش هنا. صح يا دينا صح. ده طنط مش هنا يا بابا. ايه اللي هجيب طنط هنا يعني؟ في ايه يا حبيبتي مالك؟ تيتا بقت عفريتة. تيتا؟ نادين انت فين؟ تيتا انا حاطه في وشي كريم بس. طنط حضرتك بتعملي ايه هنا؟ ايوه انت بتعملي ايه هنا؟ انا قلبت عليك البيت. ما انا سبت لك ورقه على التلاجة اني حبات هنا. وتباتي هنا ليه؟ انا صحيح يا ماما ليه؟ انت سرسبت مامتك هنا في الخباثه عشان تنام على الدوب؟ لا. ايه كنت نفسي ننام كويس يا حبيبتي. ليله واحده بس ليله. لا فالح ودينا نايمين كويس اهو. بس انا ما حدش اتفق معايا على الحكايه دي. ونتفق معاك ليه؟ الموضوع ما يخصكش. ما يخصنيش يعني ايه؟ المكان اللي تباتي فيه يخصني. اشمعنى؟ يعني ايه اشمعنى؟ عشان انت مراتي المفروض تبقي معايا. ومن امتى بقى ان شاء الله؟ من ساعه ما اتنيلت واتجوزتك ما بعرفش انام من غيرك. بجد يا خليل؟ احلى كلمه قلتها لي من يوم ما اتجوزت. اوعي تقربيني. انت حتى بتاع الملغوص على وشك ده. انا هشيله. هشام ممكن نروح بيتنا بقى؟ يا ماما اتفضلي. انت عملتي اللي عليكي وزياده. يلا. قوي. قومي ندوه يلا على اوضتك. انا وبابا لينا كلام مع بعضينا لوحدنا. لا ندوه حبيبي بابا. لا خلي البنت معقوله وهي خايفه كده تسيبيها تنام لوحدها. خليكي يا حبيبتي نامي هنا براحتك زي ما انت عايزه. الله كريم وعمر كمان. تعالوا حبايب بابا تعالوا. السرير بتاعنا كلنا وسام الحبايب 1000.